تنضيف البيت مش محتاج مننا مصاريف كتير، ممكن بشوية صابون نقدر نعمل كل التنظيفات اللي احنا عايزينها، بس يمكن احنا بنحب نصرف شوية. السلام عليكم، هلو هلو، مساء السعادة والهنا يا أحلى وأغلى أميرات في الدنيا يا اخواتي يا اللي وحشتوني. يا رب تكونوا بخير وكل أيامكم يا رب سعادة وفرح، اللهم آمين. أهلا بيكم يا غاليين، النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة معانا السيدة التركية اللي احنا بنحبها وشفنا انتقالتها للبيت الجديد، فتعالوا النهاردة نتابع معاها روتين مختلف وبعض الكماليات لتجهيزات بيتها إن شاء الله. خلوني في البداية أرحب بتعليقاتكم اللي وجودكم بجد على راسي من فوق، بشكركم. حبيبتي أحلى سوسو، وحشتيني، كل سنة وانت طيبة، وأحلى بسومة أجمل عراقية، كل سنة وانت طيبة. حبيبتي زينب، كل سنة وانت طيبة، أهلا بيكي. وأحلى فطومة زولا الغالية أجمل جزائرية. بمناسبة بقى البيت الجديد فأنا ببارك لك عليه إن شاء الله، منتظرة بقى التاتش النهائي بتاعك علشان كل الأميرات تشارك في رأيها معاكِ، يا رب دايمًا كده يجعله بيت السعادة والهنا عليكِ يا رب وعليكم جميعًا يا رب، اللهم آمين. لايك حلو النهارده، تعليقكم الجميل، اشتراككم الأجمل والأحلى، وأكيد طبعًا الكومنت الجميل بتاعكم باسمكم علشان أرحّب بيكم بإذن الله. يالّا بينا نبدأ بقى حكاية النهارده مع السيدة التركية اللي أنا عن نفسي باحبها، يعني باحس إن عندها تفاصيل كده فيها دفى البيوت، يعني حتى لمّا نقلت لبيتها الجديد حابة إن هي يكون عندها بعض تفاصيل الخشب كمان زي ما انتوا شفتوا، والتجهيزات بتاعتها الجديدة، وبتحاول على قد ما تقدر تعمل ديكور مختلف لكن في نفس الوقت ما يبقاش اوفر ويبقى بسيط قوي. فمش شرط ان انا بقى يعني رايحة بيت جديد او بعمل شوية تغييرات عندي في البيت ان انا ادور على افخم حاجة ايه واغلى حاجة ايه واحط ده جنب ده جنب ده. الموضوع في الاخر هيطلع مش لطيف خالص. فالبساطة بجد حقيقي احلى حاجة. وكمان من بساطتها السجاد بتاعها شايفين إن كله سادة. طبعًا إحنا بنشوف سجاد فيه نقوشات وفيه تفاصيل كتيرة وفيه ألوان كتيرة، وسجاد بيبقى لون واحد. عن تجربة وعن استخدامي أنا عندي النوعين، بس السجاد السادة وخصوصًا طبعًا الأيام دي كل مدى ما بتتغير، يعني أنا عندي سجاد من 10 سنين مثلًا، لكن كل ما بيطلع طبعًا أنواع جديدة السجاد السادة بيبقى أحسن كتير، علشان الغرفة بيبقى فيها أثاث وفيها ديكورات وفيها حاجات، فكل ما هو بيكون بسيط بيبين أناقة الحاجة اللي أنتِ حاطاها أكتر. برضه شاركوني في رأيكم، تفضّلوا إيه السجاد السادة أو اللي فيه رسومات أو نقوشات؟ برضه هاستنى رأيكم في الفيديو علشان لو حد تاني محتار يستفيد بالرأي بتاعكم. بعد ما كمّلت بقى شوية النواقص اللي عندها في البيت، السجاد وكام قطعة خشبية كده ضافت أناقة كمان لمكان التلفزيون، حبِّت كمان إن هي تعمل ترتيبات للتلاجة. طبعًا إحنا الأيام دي بمناسبة رمضان، كل سنة وأنتم طيبين، كل بيت كده يعني الأم بتحاول على قد ما بتقدر كده وسِت البيت الجميلة تعمل شوية ترتيبات. بُص، هو الترتيبات بتبقى طول السنة عمومًا، بس هي بتبقى مرتبطة شوية برمضان، الأعياد، موسم دخول مدارس. عارفين بيبقى عندنا كده معتقدات إن الحاجة ديّة هتسهِّل علينا رمضان، هتسهِّل علينا دخول المدارس، يبقى البيت كلّه متروّق، بس هي طبعًا يعني ما أعرفش، هي الترتيبات طول السنة عمومًا، وزي ما اتفقنا بنقسّم المجهود. كل ما أنتِ واقفة في المطبخ أو في الغرفة ممكن تعملي حاجة، النهارده درج، النهارده مكان، ده كل ده على مدار الأيام وعلى مدار السنة كلّها، مش محتاجة إن أنتِ تكثّفي مجهودِك في فترة معيّنة. ربنا طبعًا يديكم الصحة والعافية يا رب، يعني اللهم آمين. بس حاولوا تخفوا الموضوع عن نفسكم شوية وأنا اللي محتاجة إن حد يقول لي الكلام ده، فربنا يقويكم يا رب جميعًا. تفاصيلها شُفنا طبعًا مشترياتها الجديدة، فحبِّت إن هي تنظّم التلاجة بتاعتها وتنظّم كل مكان. كمان حبيبتي الجميلة سميرة وحشتيني قد الدنيا كلّها، كانت كاتبة لي comments إن إحنا حابين نشوف ديكورات لأمي ونشوف بيتها. تعليقِك طبعًا على راسي من فوق. في كتير طلبوا منّي الطلب ده، بس أنا يمكن جاوبت عليه كذا مرّة، أجاوب عليه تاني حاضر عيوني. آمم إحنا بنشارك التفاصيل بتاعة الديكورات مثلًا رمضان أو بنعمل حاجة جديدة في البيت أو أكلة جديدة أو كده على جروب الواتس، فتقدروا تدخلوا عليه من اللينك اللي تحت الفيديو أو في الdescription بتاع القناة. أنا عن نفسي ما باحبش إن أنا أعمل النوع ده من الفيديوهات خالص، يعني اعذروني. مش بارتاح وأنا باعملها ومش بارتاح إن أنا يعني أظهر بيتي بطريقة معيّنة. أنا عارفة إن ده كلّه تشجيع أو كده، بس إحنا ممكن مقتطفات أو لقطات صغيّرة بنشاركها، زينة رمضان بقى، عملت أكلة جديدة، عملت ديكور جديد،
حد عايز يستشير حد في حاجة، فكل ده إحنا بنشاركه على جروب الواتس. فربنا يحميكم أحلى وأغلى أميرات. أكيد طبعًا مبسوطة بيكم كلكم من كل مكان موجودين معايا، أنتم بجد جوه قلبي حقيقي. كانت رنا سألتني عليه، وكانت حبيبتي عائشة كانت سألتني عليه. موجود في الوصف بتاع الفيديو ده، وموجود في الوصف بتاع القناة، فتقدروا تدخلوا عليه. وشكرًا جدًا، جدًا يا أحلى سميرة طبعًا على التعليق بتاعِك. نرجع بقى للفيديو بتاعنا نكمل معاها بقية الترتيبات. يعني زي ما قلت لكم هي بتحاول تكمل البيت بتاعها وطريقة التنظيم بتاعتها تكون عاملة ازاي، وفي نفس الوقت هو روتين تشجيعي زي ما انتم شايفين. نقدر نستغل بعض الأفكار بتاعتها في الترتيبات والتنظيمات، تستغلوها لو انتم بتعملوا بعض الحاجات دي دلوقتي قبل رمضان. دي كده كانت أول سيدة. أنا حبيت الجزء التاني بقى النهاردة، يعني كنت باجيب لكم مقاطع إعادة تدوير، اعذروني بقى يا صافي النهاردة. جبت لكم كام مقطع كده إزاي نقدر نقسّم وقتنا في ترتيبات البيت، خصوصًا الحاجات بتاعة المطبخ. فالسيدة التانية اللي معانا هي قسّمت المجهود بتاعها على كذا يوم، خلّت يوم لتنضيفات التلاجة بتاعتها، الخضار والفواكه زي ما أنتم شايفين بالخل لازم تغسلها كويس أوي. المنظمات والعلب اللي إحنا اتعودنا نشوفها بأنواعها وبخاماتها وبأشكالها وأحجامها المختلفة، حسب احتياجِك تقدري تشتري الحاجات اللي تنظّم لِك المكان أكتر وتبقى مسهّلة عليكِ أكتر. ولاحظوا فكرة بس اللي هي تقسيم المجهود بتاعنا. يعني أنا مثلًا خلّصت تنضيفات المطبخ أنا عن نفسي ما عملتهوش مثلًا على يوم واحد، مع إن الواحد قبل كده يعني بصراحة كان بيهلك نفسه، يعني ياخد يوم من أول الصبح لحد بالليل تنضيف لكل حاجة فيه. بس أنا خلال أسبوع عملت تنضيف لكل درج أو كل ضرفة وأنا واقفة باعمل الغدا. وبعدين تنضيفاته بقى من برّه أو كده قسّمته على يومين، يوم للتلاجة والبوتاجاز، يوم تاني للرخامات والأرضيات. فبجد الموضوع بيبقى أريح بكتير. يعني الأيام بتبقى أكتر شوية، لكن بجد راحتِك أنتِ دي أهم حاجة. فكل اللي هي عملته اليوم الأولاني للتلاجة، اليوم التاني عملته لمنظمات البقوليات بتاعتها والخزين بتاعها، اليوم التالت عملت فيه تنضيفات للجزء اللي تحت الحوض والمكان بتاع المنظفات. خدوا برضه review سريع عن أفكار المنظمات المختلفة اللي انتوا تقدروا تاخدوا بكل سهولة كده فكرة ازاي بتستخدموها أو ازاي تنظموا المكان، لعل وعسى حاجة تعجبكم فتدوروا عليها وتشتروها وفعلا تنفعكم. كمان برضه حابة كده قبل الفيديو ما يخلص أطلب منكم طلب، يعني حبايبي بقى الأميرات الأمارات اللي وصلوا لحد هنا وبيكملوا الفيديو للآخر كل يوم، طبعًا أنا عارفاهم كلهم لأنهم بيردوا على حاجات لآخر دقيقة. يعني ربنا يا رب كده يسعدكم ويفرحكم زي ما بتسعدوني بوجودكم. أنا حابة بس إن هُم إيه، يعني بما إنكم بتوصلوا لآخر الفيديو فبيبقى هاممكم نوعية الفيديو إيه، أو هاممكم الأفكار اللي موجودة فيه إيه. فأنا يهمني أوي أعرف رأيكم في الcomments تحت الفيديو، تقولوا لي. طبعًا إحنا فاضل لنا يعني أيام قليلة أوي، أسبوع تقريبًا على رمضان. فحابة خلال الأسبوع الجاي ده نوعية الفيديوهات معيّنة أنتم حابينها إيه، أنزّلها لكم قبل رمضان. لإن خلال رمضان إحنا يعني معظم الفيديوهات بننزّلها على ديكورات رمضان وعلى تقديمات رمضان، وإزاي كل سيدة بتتعامل إزاي في رمضان. فخلال الفترة اللي قبليه دي عايزاكم تقولوا لي نوعية الفيديوهات اللي أنتم عايزينها. بكرة إن شاء الله حبيبتي دودو أحلى هدى هانزّل لِك فيديو للcorners بتاعة رمضان وبعض الأفكار بتاعته. يعني أنا باضبّطه لِك، فاضل لي بس جزء صغير كده أضبّطه لِك كمان، وبكرة بإذن الله يكون موجود. فاكتبوا لي أنتم كمان. حبيبتي شوشو حاضر، عرفت السيدة التركية اللي أنتِ بتتكلمي عليها هانزّلها لِك حاضر الوصفات والخلطات بتاعتها المنزلية الجميلة. فيا رب دايمًا عند حُسن ظنكم، كل حاجة يا رب تطلبوها أقدر إن أنا أنفذها لكم يا رب كده، ونكون مع بعض في كل حاجة حلوة. ربنا يكرمكم ويسعدكم ويبارك في حياتكم وفي كل حبايبكم يا رب، اللهم آمين. وكل سنة وأنتم طيبين. نتقابل بكرة بقى إن شاء الله كده على خير، أفكار جديدة وسيدات جديدة، تفاصيل جديدة إن شاء الله تفيدكم وتفيد بيتكم بإذن الله. أشكركم يا أحلى وأغلى أميرات، لايك حلو منكم وتعليق جميل واشتراك. ونتقابل بكرة على خير بإذن الله، تفاصيل جديدة وسيدة جديدة، والسلام.